إزاي عقلك بيتصرف لما الحاجة بتضيع منك؟ عمرك فكرت إيه اللي بيحصل جوه دماغك أول ما حاجة بتضيع منك؟ مش بس بتتوتر، لأ، في حاجات علمية بتحصل بسرعة وأنت مش واخد بالك. في جزء في المخ اسمه اللوزة الدماغية، وده مسؤول عن المشاعر زي الخوف والقلق. أول ما الحاجة تختفي اللوزة دي بتدي إنذار، في حاجة غلط، في حاجة مش في مكانها، وده بيخلي جسمك يتشد ونبضك يزيد وعقلك يبدأ يدور زي المجنون. وفي نفس الوقت بيشتغل جزء تاني اسمه الهيبوكامبس، وده اللي بيسجل الذكريات. الجزء ده بيبدأ يدور بسرعة في كل الذكريات اللي ليها علاقة بالحاجة اللي ضاعت. كنت فين؟ كنت بتعمل ايه؟ مين كان حواليك؟ كل الأسئلة دي بتلف في ثواني جوه دماغك. الغريب بقى إن أحيانا عقلك بيخترع إجابة بس عشان يريحك. يقولك مثلا أكيد حطيتها على الترابيزة، بس تروح تلاقيها مش هناك. الحقيقة عقلك بيعمل أقصى ما عنده علشان يخليك تحس إنك في تحكم، حتى لو مؤقتا. فالمرة الجاية لما حاجة تضيع ما تتعصبش، ده مخك بس بيشتغل وبيحاول يساعدك، بس بطريقة